اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنعمل الأكلة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي، أكلة جميلة وتفتح النفس زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. عملنا صينية سمك بالبطاطس والفلفل والبصل، يعني صينية سمك بالخضار، يعني ولا شويناه ولا قليناه ولا استهلكنا زيت كتير. يلا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس، وتعالوا نعرف ازاي عملنا صينية السمك النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكانت طعمها يعني بصوا فوق الخيال ما شاء الله. هتجربيها وهتحكمي بنفسك. بصراحة ما بتحسيش بأي زفارة خالص في السمك، وأكنك ما بتاكلي بطاطس معمولة بالسمك نهائي. أقسم بالله ما بيبقى فيه أي زفارة خالص. يلا على طريقتي جربيه، وكل يوم إن شاء الله هتكوني عاوزة تعمليه من كتر طعامته وحلاوته. الأول معايا الكبة زي ما انتم شايفين كده، نزلت ببصلاية وطماطماية واربع خمس فصوص من التوم، عليهم حزمة كزبرة خضرة وعود صغير من الشبت بيخلي ريحة السمك تحفة وجايبة من آخر الدنيا، معلقتين من الزيت، ليمونتين كبار معصورين يعني معلقتين كبار من الزيت، والبهارات بتاعتنا ملح وكمون وكزبرة ناشفة، والشطة طبعا اختياري لو حابة تضيفيها. هنضرب كل الكلام الجميل ده مع بعض خلطة في منتهى الجمال، وعن تجربة سنين طبعا. يعني أنا مجربة الحاجة دي مرة واتنين وعشرين مرة عشان تطلع بالجمال ده، وعاملها لحضراتكم طبعا. معايا السمك ما شاء الله ماكريل نضيف جدا جدا، نضفته وغسلته بالليمون زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بتغسليه مرة واتنين وتلاتة واربعة كمان. ده ما شاء الله الكبدة بتاعت السمك، سمك فريش وطازة اللهم بارك. معايا الصينية بطاطسيتين كبار، قشرتهم وقطعتهم حلقات زي ما انتم شايفين كده، وغسلتهم كويس جدا ونزلت بيهم في الصينية. عليهم اتنين حبة طماطم متقطعين شرايح نفس تقطيع البطاطس، وقرن فلفل اخضر رومي وقرن شطيطة، وبصلاية قطعتها حلقات زي ما حضراتكم شايفين كده. نزلت عليهم بكوباية صغيرة من عصير الطماطم. الأول هنحشي السمك الجميل ده بالخلطة اللي عملناها مع بعض، عشان اللي هيتبقى من الخلطة بعد ما احشي بيه السمك هضيفه على صينية البطاطس عشان نطعمها بالتتبيلة الجميلة دي، بتخلي ريحتها جميلة جدا وطعمها أجمل بكتير. ودلوقتي هنزل بباقي كمية التتبيلة بتاعة السمك على الصينية، وهنبدأ نقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه عشان كل المكونات تتقلب مع بعضها. وهبدأ أرص السمك على الصينية كده من فوق زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله أكلة جميلة جدا ما بتزهقيش منها إطلاقا، عشان ما بيكونش فيه أي زفارة موجودة في السمك. ودي صينيتنا، هنزل على وشها كده بمعلقة صغيرة من الزيت، وهدخلها الفرن على أرضية الفرن لمدة ساعة. وفتحت السمك فتحات كده من فوق زي ما حضراتكم شايفين. ودي يا حبايبي بعد ما سويتها وخرجت من الفرن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الشكل لوحده كفاية وبيتكلم عن نفسه بصراحة. ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. يعني كلنا عارفين ان انت لازم ايه
تزيني أكلك كده وتخلي شكله جميل عشان تفتحي نفس أولادك وجوزك على الأكل، وفي الآخر طبعا يقولولك تسلم إيدك يا ماما. وطالما بنلاقي كلمة حلوة بعد التعب والمجهود ده، بصراحة نفسنا بتتفتح على الأكل والعيشة كلها. ما شاء الله، اللهم بارك، ريحتها تحفة جايبة من آخر الدنيا، بسم الله ما شاء الله. طبعا صينية السمك الجميلة دي بيفضل طبعا يتعمل معاها رز صيادية. أنا عملته كتير بصراحة، فولادي المرة دي قالوا لي اعملي رز محمر حبة وحبة، بيحبوه جدا مع السمك برضو. زيناها بخضرة كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. ويلا نقدم أكلتنا الجميلة مع بعض. رز طبعا حبة وحبة عملناه، والبطاطس والسمك. والبطاطس ما شاء الله طعمها تحفة خطيرة والله، جربيها وهتدعيلي في الكومنتات، مش هتدعي عليا ان شاء الله. ربنا يا رب يجعل لنا قبول بين عباده، اللهم امين. يلا يا حلوين، كل اللي وصل لحد هنا من الفيديو يذكر الله ويصلي على الرسول عليه افضل الصلاة وازكى السلام، ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، عشان اللي جاي احلى ان شاء الله. ودعوة حلوة كده من قلوبكم لأم كريم، ربنا يصلح حالنا جميعا اللهم امين. بصراحة انا بحب كده ايه، ازين كده الاكل قبل ما احطه على السفرة، متعودة على كده من زمان. يعني الاطباق اللي عندك اللي في النيش اللي هي ايه يعني محطوطة، يعني الحمد لله اللي ما بنلمسهاش خالص، لا خرجيها من النيش، مش هيجرى اي حاجة لما تستخدميها وتغسليها وترجعيها تاني، عشان هي مش هتدناها طول عمرها في النيش، يعني محطوطة لازم نستخدمها ونستمتع بيها. يعني امال مين اللي هيستمتع بيها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.